طيب يا جماعة، ترى شو ممكن نجيب ب $100 من أكبر سوبر ماركت موجود بكل أمريكا، الوول مارت. اللي ما بيعرفني أنا عبد الرحمن، شاب سوري بصور يومياتي بأمريكا، فلو أنت أول مرة بتشوفني انزل هلا وشرفني باشتراكك في القناة. طيب يا شباب، كثير في فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا بتقول لك إنه المنتجات بأمريكا رخيصة، في ناس تانية عم تقول لك المنتجات غالية وما عم نقدر نعيش، فنحن اليوم هنشوف الحقيقة. جبت لكم $100 ننزل فيها على أكبر وأشهر سوبر ماركت موجود بكل أمريكا، الوول مارت، وحنصرفها كلها ونشوف شو ممكن نجيب فيها، وانتم بتحكموا بالتعليقات هل أمريكا الأسعار فيها غالية ولا رخيصة. بس قبل ما نبدأ هذا المقطع انزلوا هلا اشتركوا بالقناة، ما ضل لنا شيء على المليون، صرنا 800 يمكن 90,000 مشترك، فيلا يا شباب بدنا نجيب الدرع المليون ونحطه مع هدول الدروع بإذن الله. خلينا اول شغله نروح نعملها اليوم يا شباب انه نروح نحلق شعراتنا مشان نكمل الفيديو على نظافه. يلا. بس قبل ما اروح لازم احكي لكم انه غرفتي صايره نصها كراكيب بسبب المنتجات اللي بيجيبها اخي ابراهيم بفيديوهاته، شغلات نصها بلا طعمه. شوف لي على هالمنتجات اللي عم يشتريها، شوف لي. هذا المنتج عباره عن قرد مطاطي بتقعد بتضربه، يعني كل ما تحس حالك متضايق بتعمل له قتله. فقالوا لي هل ممكن تشتروا هيك شيء بيوم من الايام؟ والمشكله انه ابراهيم شاري ب $40. المهم يا جماعه، جهزت اغراضي واخذت المايك وخلينا هلا نروح نحلق. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين المرج بدا يطلع عنا والخضار بدا يحلو بسبب انه الصيف بدا يفوت علينا، وهي اكثر شغله بحبها بالمدينه اللي انا عايش فيها، انه الخضار والشجر موجود فيها بشكل كبير كثير. اخذت حالي بعدها وركبت هالسياره. شوفوا لي على هالدقن، يا سبحان من زين الرجال باللحى. ويلا ننطلق. وصلت يا شباب على الحلاق تبعي، وخليني هلا انزل من السياره وفوت ورجيكم المحل من جوا. بسم الله، خلينا نفوت. المحل يا جماعة فيه أشياء كتير غريبة عجيبة. أول شيء بتلاقي كل أعلام أمريكا الجنوبية محطوطة بالمحل، وأول مرة بشوف حلاق عنده آلة بيع سكاكر، وطبعا ما بينسوا كأس العالم. المحل الديزاين تبعه كتير معجق، بس أنا الصراحة كتير بحبه. عندك هذا المكان حاطط فيه الزلمة عملات لأكثر من 20 دولة مختلفة، فاكتب لي بالتعليقات لو لقيت عملة بلدك موجودة فيهم. عندك هون في ورقة مكتوب عليها $2، ولاحظت في عملتين عربيات، فيا ريت اللي بيعرف هدول العملتين من أي بلد يكتب لي بالتعليقات. هاد كان محل حلاق الغريب العجيب، فاكتبوا لي بالتعليقات حبيتوه ولا لا، وصار وقت الحلاقه يلا نحلق. من اول ما اجيت على امريكا ولاحظت شغله كتير غريبه، انه معظم الناس اللي شغالين حلاقين، نجارين، ميكانيكيه، اي شغله فيها حرفه بتلاقيهم معظمهم من امريكا الجنوبيه، وما شاء الله معظمهم شغلهم كتير مرتب ونظيف. فقبل ما اورجيكم نتيجه الحلاقه النهائيه، خليني اورجيكم قديش بندفع للحلاقه. دفعت $25، بس انت اذا بدك تضيف تيبس ضيف، فانا ضفت $5 تيبس. درج لي، ظبط لي الدقن، قررت اترك الدقن شوي مشان اشوف كيف تطلع عليها لما تطول. وانتم اكتبوا لي بالتعليقات خلي الدقن ولا شيلها. وهيك بكون خلصنا حلاقه. قيموا لي الحلاقه تبعي من 10، وخلينا هلا نركب السياره نروح نجيب اخي ابراهيم مشان يساعدنا بالتصوير. خلينا اول شيء اورجيكم الاوتفيت تبعي، قيموا لنا من 10، ويلا نروح نجيب ابراهيم من المدرسه. وصلنا على المدرسه وليك ابراهيم وصل. لك الله حي الشاب الاكابر، سلم على الشباب. مساك احكي مع المتابعين شوي. ما بعرف يا جماعة إذا أنتم ملاحظين نحن حاليا موقفين سلسلة الدول بسبب رمضان، لأنه المفروض بالفيديو إنه نفطر ونتغدى من أكل الدولة، وحاليا ما فينا نفطر ونتغدى، هو فقط فطور. فاكتبوا لنا بالتعليقات شو بدكم تكون الدولة الجاي بعد رمضان. وهلا يا شباب نحن رايحين على السوبر ماركت اللي اسمه الوول مارت، اللي هو أشهر سوبر ماركت بأمريكا، وخليني أصور لكم كيف الطريق. بعد 10 دقايق وأخيرا وصلنا على الوول مارت. صفينا السيارة هون يا شباب. عندك هون توماس شلبي. توماس شلبي يا شباب ما شاء الله. اول شغله بتلاحظوها يا جماعه انه عندك هون الوول مارت اللي هنفوت عليه هلا، في سوبر ماركت محطوط قدامه بالضبط من نفس الشركه اسمه السامس كلاب، والسامس كلاب هو ارخص من الوول مارت، وبقلبه اغراض بتنباع بالجمله، كميات كبيره وبسعر ارخص. فان شاء الله بورجيكم اياه بالفيديو الجاي. بتلاحظوا شغله قبل ما تفوتوا، انه بيحطوا قدام اول الصفات الموجوده بتكون للناس ذوي الاحتياجات الخاصه، وهي شغله الصراحه كتير انا بحترمها، ولهذا السبب احنا صفينا كتير بعيد ما قدرنا نصفي. واول ما تفوت على الوول مارت بتلاقي كمان في سلل خاصه للناس اللي صعب يمشوا. فتنا هلا يا شباب انا وابراهيم على الوول مارت، وحنشوف شو فينا نشتري $100. قبل ما نبدا حابب اخبركم انه وول مارت مو بس سوبر ماركت للاكل، وول مارت بقلبه كل شيء ممكن تتخيله وما تتخيله، في الكترونيات، في العاب، في ملابس، في قسم للعده وفي قسم للصيدليه. بس نحن هيكون تركيزنا اليوم اكثر شيء على الاكل، لكن هحاول اغطي لكم جزء بسيط من الباقي. اول شيء جبنا كيس تفاح، هذا حقه $6.46. وبالنسبه للخضار والفواكه هون ما بينباعوا بالكيلو، بينباعوا بالباوند، والباوند هو 450 جرام. حناخد كيس الكرمنتينا هذا جاهز مثل ما هو هيك ب 3.97 سنت. وثالث شيء هنجيبه هو الموز، الباوند ب 50 سنت.
والشغله الرابعه اللي هنجيبها اليوم بطيخي. روح يا عمي. وهلا هنجيب كيس تمر مشان رمضان. جبنا شوية فواكه، خلينا هلا نروح على مكان اللحوم. طبعا موجود هون كل انواع اللحوم، عندك الخنزير، البيف، التشيكن، كل شيء بدك اياه. فتعالوا اورجيكم لحمه الخنزير. بتلاحظوا لحمه الخنزير فيها دهنه كثير ولونها بيكون زهري. اكيد ما هنجيب خنزير، فخليني اورجيكم اسعار صدور الدجاج. عندك هذا الصحن الكامل حقه $14، وعندك صحن الوراك هذا كله حقه $4.94. خلينا نروح هلا على قسم السناكات وبنرجع بعد شوي للحمه مشان ما نشيلها من الثلاجه وقت طويل. عندهم هون يا جماعه شيبسي بطعم المخلل. اول ما اجيت كنت مفكر طعمه ما طيب، بس لما جربته كان بجنن. فنجيب شيبسي بطعم المخلل، ونجيب ثاني اطيب واحد موجود هون واللي هو بالشطه والليمون. وخلينا نروح نجيب شوكولاتتين. ابراهيم معك 3 ثواني، خذ اللي بدك 1 اياه. 2 3 خلص. ما عدت ثواني. خلاص انت خلاص قلت راحت مو عليك. والله راحت عليك. ما تحدث. خلاص ما دخلني. انت قلت 3 ثواني مو حدثت انت. عندك هون الكوكاكولا ثمن الكرتون الكامله $6 و64 سنت. بس انا اكثر مشروب بحبه هون هو هذا المشروب، حقه $1.27. فخليني اجيب كم واحد طبعا منه. يا جماعه كل هدول المشاريب اللي قدامكم ما كثير صحيه. هذا يعتبر صحي اكثر منهم شوي، فخليني اجيب كم واحد منهم. الواحد منه $1.27. 4 5. لا 4. بالله عليك جيب لا 5. 4. الرقم ما لا عجبني. 4. اخي الرقم لا انا الرقم 4. بالله عليك. وهلا فتنا على قسم موجود فيه الخبز اللي هو التوست عندهم. فالتوست هون حقه $2 ودولار، فهي حقها $2. وخلينا نجيب وحده توست اسمر $1.97 مشان الهيلسي. هلا يا جماعه هنجيب بنزينه مي. ما مكتوب سعرها، بس هي سعرها انا بعرف $3. طيب يا شباب، هون الفساد بجميع انواعه رخيص كتير. يعني عندك الخمر والعياذ بالله مثل ما لكم شايفين، خمور باجود الانواع محطوطه بالسوبر ماركت عادي. فاي حدا عم يفكر يجي على امريكا لازم كتير يدير باله على دينه، لانه الحرام هون كتير سهل ورخيص. طبعا يا جماعه السله لحد الان صار متمليه ربعه تقريبا. فيلا نكمل شوبينج. هون يا شباب عندنا الحليب. انية الحليب الوحده عندك هون حقها $2. حطها. رحنا بعد على قسم العصائر وجبنا عصير بردقان. وطبعا يا شباب موجود عصائر بكل الانواع اللي بتتخيلها. طيب يا شباب انا وصلت على قسم البيض وما توقعت السعر اللي موجود. انتم متخيلين 60 بيضه؟ اكتبوا هلا بالتعليقات قديش بتتوقعوا السعر ال60 بيضه. ال60 بيضه يا شباب ثمنهم ليك ها $8. انا ما هاشتري ال60 بيضه لاني ما بعرف شو بدي اسوي فيهم. فحناخذ 18 وحده. يلا وصلنا هلا على قسم الحلويات. طيب يا شباب وصلنا هلا على قسم الحلويات، فخليني ادور على شوكولاته مستر بيست اول وحده لاني اكثر وحده بحبها. تعرفوا مستر بيست يوتيوبر بيعمل فيديوهات، حاط لكم رابط قناته بالوصف، روحوا ادعموه وقولوا له انه من طرف عبد الرحمن. ليك هي الشوكولاته تبعه. الزلمه فاتح مشروع جديد لازم كلنا الزلمه فاتح مشروع جديد لازم كلنا ندعمه. الله عليك عبد الرحمن. فيلا هنجيب وحده. جبت واحدة مستر بيست والثانية كانت ديري ميلك. طيب يا جماعه بالنسبه لموضوع الجيلي او اي شغله فيها شطي مطي، احنا بنقول له شطي مطي بسوريا، ما بعرف شو بتقولوا له انتم، اكتبوا لي بالتعليقات. بتعرفوا كثير بيستعملوا فيه دهن الخنزير. فكيف بنحل هي المشكله؟ موجود عندك اي شغله مكتوب عليها كيدز مثل ما انتم شايفين، مثلا هي مكتوب عليها كيدز، ما بيستعملوا فيها دهن الخنزير، بيستعملوا فيها اشياء نباتيه، فهي تعتبر حلال. اي شغله مكتوب عليها كيدز حلال، اي شغله ما مكتوب عليها كيدز روح اتاكد من مكوناتها. وهلا رجعت على قسم اللحوم. شوية تشيكن مقليين مشان نعمل فيهم سندويشات. الواحد حقه $12. خليني هلا اورجيكم شوي من الاقسام الباقيه. طبعا يا شباب لما تفوت على قسم الملابس اي شغله بتلاقي مكتوب عليها كليرنس، معناتها هي الشغله عم تنباع بارخص من سعرها بكثير واخر كم قطعه منها، فبتلاقي سعرهم كثير منخفض. يعني مثلا هي الكنزه حقها $5. وعندك هون اسعار البنطلونات تتراوح ما بين $20 وال $18. طيب يا شباب بالنسبه للالكترونيات هي تعتبر هون اساسيات مو رفاهيات. فطبيعي انه يكون واحد معه ايفون، طبيعي انه يكون واحد معه لابتوب مثلا. هي الاشياء ما تعتبر رفاهيه وكثير بتتعب حتى تجيبها. فخليني هلا اورجيكم اسعار الايفون 17 لاني متاكد انه هتسالوني عن مثل ما لكم شايفين. ال 17 العادي حقه $879، البرو ماكس $1249، والايفون اير $1049. فاكتبوا لي بالتعليقات هل في فرق بين سعر الايفون بامريكا وسعر الايفون ببلدك؟ طيب يا شباب خليني هلا اورجيكم قسم الالعاب على السريع. طيب يا شباب هلا وصلنا على قسم الالعاب. خليني اورجيكم الالعاب الموجوده هون لو في ناس عم تتابعنا اطفال. فاول شيء عندك البسكليتات هون بجميع انواعها. عندك هي الماركه كثير مشهوره اسمها بوب، بيعملوا فيها العاب صغيره كثير وبيكون سعرها يعني غالي بالنسبه للعبه صغيره. يعني عندك هي كلها هي الصغيره حقها $14. عبد الرحمن شو ممكن تشتري من قسم الالعاب؟ انا هجيب هي
بحطها على المكتب، حقها بدل $15 $3 عاملين عليها عرض، فهجيبها بحطها على المكتب بيطلع شكلها حلو. عندك هون مليان بسكليتات بكل الانواع للاولاد وللبنات، وعندك هون العاب البنات باربي وهي الحركات. عندك ماركة ليجو هي اشهر وحده موجوده هون واغلى ماركه موجوده للالعاب. هي كانت لعبتي المفضله انا وصغير، هي عباره عن مكعبات بتركبهم ببعض وبتعمل منهم لعبه، وبسبب ارتفاع اسعار هي اللعبه بتلاحظ انه حاطينهم كلهم بخزانه كبيره لتجنب السرقه. مثلا هي اللعبه حقها $49، ولعبه ماينكرافت اللي موجوده هون حقها $79، وبتلاقي هون مثلا اونو، شده، كل شيء بتتخيلوه من العاب الكروت. طيب يا شباب، انا هيك بتوقع انه $100 هتخلص، فخلينا نروح هلا نحاسب ونشوف قد ايه سعر الاغراض اللي جبناهم. طبعا يا شباب هنا عم سرع لكم شوي، انا وعم حاسب على الاغراض في مكانين، مكان كاشير بيحاسب لك ومكان بتحاسب لحالك انت. فانا حسبت لحالي وبالاخير الحساب طلع بالضبط $101. ولحسن الحظ انا معي كرت بيخصم لي كمان 10% لاني شغال بالوول مارت، فهيك الحساب على كل الاغراض اللي جبناهم $92. ابراهيم كيف كان الشوبينج؟ جود. تفاعل مع المتابعين كان يا الشوبينج زلمة. كثير حلو، والحمد لله انه طلع بالضبط $100. عن جد ما كنا متوقعين هالشيء. كنا متوقعين مثلا 120 116، طلع 101. صلاة على النبي، مع كارت الغاز طلع 92. خلينا هلا نحط كل الاغراض بالسياره، وهيك بكون ورجيكم شو ممكن نجيب $100 من اشهر سوبر ماركت موجود بكل امريكا. وسؤالي لك بعد ما شفت الفيديو، هل انت بنظرك امريكا غاليه ولا رخيصه؟ لو كملت ولو لهلا عم تتفرج لو عم تتفرج على الفيديو لهلا فانت حبيت محتواي، فانزل هلا اشترك بالقناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بحبكم كثير، سلام.